تفتكروا ان مناسك الحج والاضحيه بدات مع الاسلام؟ طيب عمركم فكرتوا ان مناسك الحج ممكن تكون اقدم من كده بكتير، وانه كان برضه بيبقى فيه سفر لمكان مقدس وطواف واضحيه وكل مناسك الحج؟ وبعدين هو ايه حكايه معبد الاوزيريون اللي تحت الميه؟ وايه سر الماء المقدس المبارك القادر على شفاء الامراض اللي موجود في المعبد؟ وازاي الميه دي قدرت تشفي عالم الاثار الامريكي جيمس ويسترمان؟ وكمان كتاب الموتى في الحضاره المصريه القديمه كانه نسخه من القران. خليكم معانا لان اللي هتعرفوه النهارده هيخليكم تبصوا لمصر وللتاريخ من زاوية مختلفة خالص حرفيا. الفترة دي احنا في ايام مباركة، ايام الحج والمسلمين شادين الرحال على مكة. هي فعلا فريضة الحج ظهرت مع الاسلام ولا الموضوع اقدم من كده بكتير؟ وطقوس الحج من ملابس وطواف وعبادة واضحية كانت موجودة في الحضارة المصرية فعلا. احنا كمسلمين عارفين كل مناسك الحج من بداية الإحرام لحد رمي الجمرات وطواف الوداع. مبدئيا كده كلمة حج آز هي كلمة مصرية قديمة، ومعنى كلمة حج هو النور أو الضياء، لأن الحج عند القدماء المصريين كان بيرمز للتطهر والنقاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الحج ضياء. أما كلمة آز فمعناها ارتحل أو سعى، وكانوا دايما بيرسموا جنب كلمة حج علامة على شكل ساقين بتمشي علشان يبقى المعنى توجه أو سعى، وكأنهم كانوا بيوصفوا الآية اللي بتقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وكانت برضو شعيرة الحج عندهم مرتبطة بالقمر. وفي أنشودة الحور محب صاحب أول قانون لحقوق الإنسان بيقول فيها: التحية لك أيها القمر الذي يتفحص الحجيج. وقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. أما ملابس الحج عندهم فكانت عبارة عن إزار أبيض من الكتان، وكانوا برضو بيداروا بيه الكتف الأيسر زي المسلمين، لأن الجانب الأيسر هو جانب القلب. ومكان الحج كان بيبقى في أبيدوس في سوهاج، مكان قبر أوزير اللي هو سيدنا إدريس، في معبد خنتي إيمنتيو. وزي ما بنطوف حوالين الكعبة 7 أشواط، هما كمان كانوا بيطوفوا حوالين بئر أوزير اللي هو بيت أوزير. وقبر أوزير هو عبارة عن سرير جنائزي رمزي، لأن المعروف إن أوزير اترفع للسماء ما اتدفنش في الأرض. وأيام الحج كانت بتبتدي من اليوم الثامن من الشهر الأول للفيضان، واسمه شهر تحوت، لحد يوم 26 من نفس الشهر. وكانت بتبدأ الاحتفالات في مصر كلها، والحجاج بيمارسوا طقوس الحج. زي دلوقتي الحجاج بيعملوا مناسك الحج واحنا بنتابع وبنحتفل بالعشرة من ذي الحجة. وكان من اليوم الثامن عند الحجاج لحد اليوم 22 كان بيبقى فيه احتفالات دينية، وكان الكهنة بيقدموا عرض مسرحي بيمثلوا فيه الصراع اللي حصل بين أتباع حورس وأتباع ست. والعروض المسرحية دي كانت بتنتهي يوم 22 بانتصار أتباع حورس اللي هي قوى الخير على أتباع ست اللي هي قوى الشر. وكان بيبقى فاضل 4 أيام على يوم 26، فكانوا بيبتدوا فيهم بذبح الأضاحي اللي هو الهدي، ما يذبح من بهيمة الأنعام. وكانوا بيهتموا جدا بالأضحية من حيث التربية والتسمين، وده بيظهر في الماكيتات المعروضة دلوقتي قدامكم. وفي وقت ذبح الأضحية كان بيبقى فيه تراتيل بتتقال زي ما احنا بنسمي بالله وقت الذبح. والأضاحي كانت بتبقى عبارة عن بقر أو جاموس أو كباش. وكان الحجاج وقت الحج بيجمعوا شقف وبرديات صغيرة يكتبوا عليها دعواتهم وبعدين يرموها، نفس طريقة جمع الحجاج للجمرات علشان يرموها. الحج عند القدماء المصريين كان مهم جدا، لدرجة ان الحج عندهم كان مستحب ولو مرة واحدة في العمر. الحج عند القدماء المصريين كان فيه تشابه كبير بالحج في الإسلام. من ايه بقى حكاية معبد الأوزيريون والماء المبارك؟ معبد الأوزيريون والمعروف بالمعبد الغارق، المعبد تحت المية بعمق 15 متر ومش ظاهر منه غير سطحه. هو ما كانش غرقان كده أصلا. العلماء بيقولوا ان قاع نهر النيل ارتفع حوالي 15 متر خلال ال 6000 سنة اللي فاتوا بسبب ترسب الطمي، فكان منسوب المية أقل من كده ب 15 متر. يعني وقت بناء المعبد كان على الأرض عادي، وقالوا إنه بكده يبقى وقت وضع أساس معبد الأوزيريون كان من حوالي 6000 سنة، فمن المحتمل إنه يكون أقدم بناء حجري على وجه الأرض. ومش عايزين ننسى إن أول من بنى المعابد الضخمة للعبادة على أرض مصر هو سيدنا إدريس عليه السلام. المعبد فيه رسومات لرحلة الحج كاملة عند القدماء المصريين، واللي هتستغربوا له جدا بقى إن المعبد اتبنى على عيون مية ومش معروف مصدرها إيه، ولما بيحاولوا يشيلوها بترجع وبزيادة. وكان من طقوس الحج عندهم الشرب من المية دي، مية معبد الأوزيريون. وعايزة أقول لكم إنهم لما حللوا المية دي لقوا تركيبها من المعادن والأملاح مختلف عن بقية الآبار المعروفة. والمفاجأة بقى إن عالم الآثار الأمريكي جيمس ويسترمان عمل تجربة، فضل يشرب من مية المعبد لمدة موسم كامل بعد ما بيفلترها طبعا. وبعد فترة حس بمشاكل في عينه وهو أصلا كان نظره ضعيف. ولما راح للدكتور، الدكتور قال له: المشكلة مش عندك، المشكلة في النضارة وانت نظرك 6/6. فعرف وقتها ان المية مش مية عادية وانها ليها قدرة شفائية. الحضارة المصرية القديمة ما كانتش حضارة وثنية، وجه الوقت اللي المفروض نغير فكرتنا عنها. القدماء المصريين كانوا مؤمنين بإله واحد اللي هو الإله أمون، واللي كان عندهم اسمه أمين أو آمن ومعناه الخفي الذي لا يرى. وكانوا عارفين إن في روح ونفس وجسد، طاء اللي هي الروح وقاء اللي هي النفس.
والغت اللي هو الجسد أو الجتة، وكانوا بيعتبروا إن الحياة الأبدية هي اللي بعد الوفاة. ولما كان حد بيموت ما كانوش بيقولوا عليه إنه مات، كانوا بيقولوا عليه انتقل لبير معت، ومعناها بيت الحق، زي ما احنا دلوقتي بنقول على المتوفي انتقل لدار الحق. وكتاب الموتى عندهم اسمه اصلا مش كتاب الموتى، اسمه الخروج الى النهار، والمقصود بالنهار هي الاخره. وفي شرح كتاب الخروج الى النهار موجود ابواب الجنه ورحله المتوفي، وازاي في ناس هتدخل الجنه وفي ناس هتدخل النار، وكمان مقابله الاهل والاحباب بعد الوفاه. حتى انهار الجنه مذكوره، انهار من ماء ومن لبن ومن خمر مقدس ومن عسل. قال تعالى: مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آس وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. والجنة عندهم طبقات للشهداء والصديقين والأبرار، ووضع الميزان وريشة المعد وقت حساب الإنسان في الآخرة. وعن وضع الميزان قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أما ريشة الماعد فهي ريشة نعامة بتتميز بخفتها وفي نفس الوقت متناظرة ومتساوية من الجانبين، وده بيخليها رمز للاتزان والعدالة، واللي بيتوزن قصاد الريشة هو القلب. قال تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. والمصري القديم كان بيكتب على التمائم: لا تشهد علي يا قلبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي كتابات على المقابر بتقول للإيد وللقدم ولكل أعضاء الجسد إنهم ما يشهدوش عليهم يوم العرض العظيم، مصداقا لقوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وأماكن العبادة عندهم اللي هي المعابد كان اسمها بيربع، ومعناها بيت الروح. والكاهن الأعظم كان هو الشخص اللي بيقوم بخدمة المعبد، وكان هو اللي بيقول التراتيل. علشان كده كان بيبقى معاه عصاية شبه علامة الاستفهام زي اللي كان بيمسكها أزير. والعلامة دي أو العصاية دي كان اسمها الحكي، بمعنى الحكاية أو الكلام، اللي هي الابتهالات، لأنهم كانوا مؤمنين بقوة الكلمة اللي بتتقال في المعبد، ومؤمنين بقوة طاقتها، وإن طاقتها دي بتفضل جوه المعبد. زي ما احنا دلوقتي مؤمنين إن آيات القرآن ليها قوة طاقية، ومفتاح الحياة كان بالنسبة ليهم هو ربط الروح بالعالم العلوي. تفتكروا بعد كل ده ما زالوا في نظركم أمة وثنية؟ قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. صدق الله وكذب من قال إنهم أمة وثنية. مصر أرض التوحيد من بداية الخلق. انتوا رايحين فين؟ قبل السبسكرايب واللايك، وتبقى جدع لو عملت شير.